رسمياً أيوب العملود ينتقل إلى نادي الرجاء الرياضي. شهدت الساحة الكروية المغربية اليوم خبراً مهماً لجماهير الرجاء الرياضي بعدما أعلن النادي رسمياً عن انتقال اللاعب المخضرم أيوب العملود إلى صفوفه في صفقة اعتبرها كثيرون خطوة استراتيجية لتعزيز خط الدفاع وتجربة الفريق في الموسم القادم. من هو أيوب العملود؟ أيوب العملود من مواليد 8 أبريل عام 1994، يبلغ من العمر 31 سنة، ويعتبر لاعبا مخضرما في كرة القدم المغربية والإقليمية. يتميز العملود بطول مثالي يبلغ حوالي 181 سنتيمترا، ووزن يبلغ حوالي 75 كيلوغراما، مما يمنحه توازنا كبيرا بين القوة البدنية والسرعة في الملعب. مركزه الأساسي هو المدافع، لكنه قادر أيضا على اللعب كظهير أيمن عند الحاجة، ما يجعله لاعبا متعدد الاستخدامات في خط الدفاع. المسيرة الاحترافية للعملود: بدأ أيوب مسيرته الكروية في الأندية المحلية بالمغرب قبل أن يبرز في صفوف الوداد الرياضي، أحد أعرق الأندية المغربية، حيث قدم مستويات قوية وأثبت نفسه كلاعب دفاعي قادر على تحمل المسؤولية في المباريات الكبيرة. مهاراته في قراءة اللعب والتنظيم الدفاعي وقطع الكرات جعلته عنصرا أساسيا في التشكيلة خلال عدة مواسم. بعد ذلك خاض تجربة احترافية خارج المغرب عندما انتقل إلى نادي بيرسبوليس الإيراني، حيث واجه تحديات مختلفة وتعلم أساليب لعب جديدة، قبل أن ينتقل لاحقا إلى الخالدية البحريني مواصلا مسيرته الاحترافية بنجاح. هذه التجارب أكسبته خبرة كبيرة جعلته لاعبا مخضرما قادرا على التعامل مع المباريات عالية المستوى سواء محليا أو قاريا. مهارات العملود وصفاته الدفاعية: ما يميز العملود هو صلابته الدفاعية وقدرته على قطع الكرات تحت الضغط، بالإضافة إلى ذكائه التكتيكي الذي يسمح له بقراءة تحركات المنافسين واتخاذ القرارات السليمة بسرعة. كما يتميز بالتمركز الصحيح، ما يقلل فرص تهديد مرماه ويجعله عنصرا مهما في أي خطة دفاعية. بالإضافة إلى ذلك، خبرته الطويلة تجعله قادرا على قيادة خط الدفاع وتنظيم زملائه، خاصة اللاعبين الشباب. الانتقال إلى الرجاء وتأثيره المتوقع: انضمام أيوب العملود إلى الرجاء الرياضي يمثل إضافة نوعية للفريق، إذ يجمع بين الخبرة البدنية والقدرة على التحمل، فضلا عن الحكمة التكتيكية المكتسبة عبر سنوات طويلة من اللعب في أندية مختلفة. من المتوقع أن يلعب دورا رئيسيا في تعزيز الدفاع وتقليل الأخطاء الخلفية وتحسين التوازن العام للفريق في المباريات الحاسمة بالدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا. الجماهير تتطلع لأن يكون العملود عنصرا حاسما في تشكيلة الرجاء، خاصة في المباريات التي تتطلب الصلابة والخبرة. انتقاله يعكس أيضا استراتيجية النادي في الدمج بين الخبرة والقوة البدنية للاعبين لتعزيز المنافسة على جميع المستويات. خلاصة: أيوب العملود ليس مجرد لاعب جديد ينضم للفريق، بل هو لاعب مخضرم بخبرة واسعة قادر على إحداث فرق حقيقي في أداء الرجاء الرياضي. انتقاله اليوم يعد خطوة مهمة للفريق في الموسم الحالي، ويزيد من آمال الجماهير في تحقيق الانتصارات والبطولات سواء محليا أو قاريا. سؤال للجماهير: هل تعتقدون أن انضمام أيوب العملود سيكون عاملا حاسما في تعزيز دفاع الرجاء وتحقيق أهداف الفريق هذا الموسم؟